لو لسه بتقلي البتنجان وبيشرب منِّك زيت كتير، تعالي بقى اتفرّجي على الفيديو وهاقول لِك على طريقة حلوة أوي، أوي ما يشربش معاكِ زيت، وكمان هنعمله بتتبيلة خطيرة جدًا، جدًا. يالّا بقى لو لسه أول مرّة بتتفرّجي عليَّ ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد. يالّا بقى هنبدأ مع بعض. ده بتنجان كُبّي، أنا جايباه منقياه حلو كده وطازة، ده أهم حاجة طبعًا. هاقشّره بقى بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، ممكن تقشّري القشرة كلّها، بس أنا باحب أقشّره بالطريقة دي كده، باقشّره من الجنب كده بس، من كل جنب واحدة يعني أخلّيه بالشكل ده كده. وبعد كده بقى باقطّعه حلقات، طبعًا ما تكونش ولا تخينة أوي ولا رفيّعة أوي، بالشكل ده كده. وهاحط عليه بقى إيه، نُص معلقة ملح وهاقلّبه وهاسيبه كده على جنب كويس، يعني حوالي كده ربع ساعة، يتشرّب بقى من الملح اللي فيه، طبعًا دي تكّاية بتخلّيه ما يشربش زيت كتير. دي أول تَكّة بقى في الإيه، في البتنجان. بعد كده هنعمل بقى التتبيلة الحلوة أوي، أوي اللي أنا باحب أوي أحطها على البتنجان المقلي. ده فلفل وطماطم وبقدونس وتوم. هاجيب الحاجات دي كلّها أقطّعها حتت صغيّرة أوي، يعني قطع صغيّرة جدًا، وهاحط عليها كزبرة ناشفة وكمون وشطة وملح، وهاقلّب الحاجات دي كده كلّها كويس. هاحط عليها معلقتين خل وعصرة ليمونة. هابدأ بقى أقلّب الحاجات دي كلّها كويس واسيبها كده على جنب. أول بعد يعني هابدأ أقطّع البتنجان واعمل التتبيلة دي واسيبها بقى كده تتطعم مع نفسها كده في بعضها كلّها. هابدأ بقى أقلي البتنجان. هاعمل إيه، هاجيب بقى الخلطة بتاعة الدقيق دي اللي هي شوية ملح صغيّرين جدًا وعليهم نشا، وهابدأ بقى أغلّف البتنجان بالإيه، بالدقيق، تغليفة خفيفة كده من كل جنب. وطبعًا مش هابدأ أغلّف واحط في الزيت لأ، وهاسيبه كده لحد أمّا البتنجان يتشرّب من إيه، من الدقيق كويس جدًا، ما يكونش باين فيه إن هو فيه دقيق أبدًا. طبعًا هاكون حاطة زيت على البوتاجاز سخن أوي، لازم الزيت يكون سخن جدًا علشان طبعًا دي تكاية برضه ما يخلّيش البتنجان يشرب زيت كتير. وهابدأ بقى ما احطش في الطاسة أملاها زيت، يعني أبدأ أحط إيه، كام واحدة بس كده، يعني ما اخلّيش الطاسة مليانة أوي، لإن لمّا بنحط كلّه مرّة واحدة بيخلّي درجة الحرارة بتاعة الزيت تقِل، وبيخلّي البتنجان يشرب الزيت كلّه، فطبعًا دي ما ينفعش أبدًا. بنحط مثلًا 4 أو قطع بس بتنجانات، 4 قطع أو 3 قطع بس مش بنحط غيرهم. أول ما يتحمّروا نطلّع بقى البتنجان ونحط غيره. بالطريقة دي سهلة أوي، جرّبوها هتعجبكم جدًا. شايفين بقى ده كان اتقلى خلاص، مش شارب زيت أبدًا، يعني كمية هو شارب زيت بس كمية قليلة جدًا غير اللي بنعمله طبعًا العادي. هارصه بقى كده في الطبق وأبدأ بقى أحط عليه التتبيلة بالطريقة دي كده. التتبيلة دي بقى بتخلّي طعمه بتوديه في حتة تانية خالص، جرّبوه هيعجبكم أوي، أوي. ده كان شكله النهائي بقى، ما تنسوش بقى تجرّبوه وتقولوا لي رأيكم فيه. ولو لسه أول مرّة بتتفرّجوا عليَّ يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ويا سلام بقى لمّا تجرّبوه كده بقى بعود جرجير، مش قادرة أقول لكم بقى تحفة مع الجرجير بقى كده خطير جدًا، جدًا. يالّا بقى ما تنسوش تجرّبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.